يمكن احنا كمنتخب مصر او كمصر عامة يعني كبلد، في عز ما انت ممكن تكون في اسوأ حالاتك ومش كل الناس متوقعة انك تعمل حاجة، ممكن تلاقي عادي عندك لعيب زي عمر مرموش يطلع يقول لك احنا رايحين ناخد كاس الامم، لا وكمان عايزين ناخد كاس العالم. فده هو عنوان فيديو النهارده اللي هنتكلم فيه عن منتخب مصر في كاس الامم وايه اللي احنا قادرين نقدمه، وهل فعلا في امل ان احنا ممكن نكسب كاس الامم. فاصل قبل ما نبدا في اي حاجه، يا ريت لو اول مره بتشوف القناه دي انزل اشترك في القناه وفعل زرار الجرس واتفرج على الفيديو. ما عجبك والله حط لايك، مش هتخسر حاجه، عشان النهارده جايين نتكلم عن منتخب مصر وايه اللي احنا ممكن نقدمه في كاس افريقيا. يمكن لو بدانا بمنتخب مصر اللي بنسبه كبيره احنا كمنتخب يمكن او كفرق مصريه كمان دايما بنحب ان احنا نخش واحنا ما حدش متوقع مننا حاجه، يعني دايما نحب ان احنا نبقى في حاله الاندر دوج زي ما بيقولوا. يعني مثلا لو شفنا امثله كتير فهتلاقي ان مثلا والله الحقبه التاريخيه اساسا للمنتخب قبل كل بطوله تقريبا ما كانش بيبقى في حد متوقع حاجه للمنتخب. يمكن انا وناس كتير ساعتها كنا يا دوب لسه بنتعلم ازاي نمشي، يعني فاهم، ما شفناش الفتره دي قوي، لكن هو ده طبع فيك كمصري او طبع في المصريين عامه او في المنتخبات او في كل حاجه، ان انت تحب دايما ان الناس تبقى شايفاك تحت، فانت تفاجئهم وتبهرهم وتعمل حاجه اعلى بكتير من المتوقع لك. زائد كمان لو ضربنا امثال تانية، فعندك الاهلي مثلا لما لعب اتحاد جده، ولما لعب الهلال، الزمالك لما لعب اهلي جده. فاحنا كمصريين دايما او كمنتخبات بنحب نخش ان احنا لا انتوا مش متوقعين مننا حاجه، طب احنا بقى نفاجئكم. طب هو ده المقياس؟ يعني هو منطقي ان احنا مثلا تتوقع او تتفائل بسبب ان احنا كمنتخب ما بنعملش حاجه الا لما نبقى الناس مش شايفه ان احنا مش هنقدر نعمل حاجه؟ اكيد لا، يعني اكيد انت لازم تكون بتقدم حاجه في الملعب او تكون بتعمل حاجه عشان تقدر ان انت تقول ان انت قادر انك تكسب البطوله او انك تعمل حاجه مميزه يعني تبهر الناس. طب احنا لو مسكنا عناصر منتخب مصر او لعيبه منتخب مصر او القائمه اللي احنا خدناها وشوفنا هو انت يا ترى مين اهم اللعيبه اللي عندك، مين اللعيبه اللي انت قادر ان انت لو بتقدم حتى ماتش وحش انت قادر ان انت تبص لهم وتقول هو ده هيلحقني وده هيلحقني، ويقدروا ان هم يلحقوك في الاوقات الصعبه. هتبص تشوف والله ان انت يمكن حتى لعيبتك ما يفرقوش كتير عن منتخبك حالته سيئه او اداؤه في اغلبيه الماتشات ما كانش مقنع، فلعيبتك المحترفين اللي هم كانوا بيصنفوا من موسم واحد بس ان هم من احسن محترفين العالم او لعيبه في العالم، محمد صلاح وعمر مرموش، دول اهم اتنين طبعا في المنتخب، الاتنين بيتحولوا للعيبه دكه في فرقهم. غير ان انت لعيبه مهمه جدا من الدوري المصري او اهم لعيبه اللي انت بتاخدها اساسا من الدوري ده كله، زي امام عاشور مثلا، ده راجل راجع من اصابه طويله جدا وراجع من مرض ويعني ربنا يكون في عونه، وهتلاقي ان انت غايب عندك محمد عبد المنعم، فانت حتى عناصرك او اللعيبه اللي معاك ما يفرقوش كتير عن المنتخب ككل. طيب بس هل معنى ده ان اللعيبه دي حد يختلف على جودتها؟ اكيد لا، انت كجوده فده يمكن من احسن الاجيال في الفتره من بعد 2010 اللي عندك، هو احسن جيل. ليه؟ لان انت لما يبقى عندك اتنين اجنحه بيلعبوا في البريمير ليج وعندك مهاجمين واحد فيهم بيلعب في الدوري الفرنسي، مش ماشي برضه بشكل كويس بس على الاقل راجل بيحتك بناس او بمستويات كويسه جدا. عندك احسن لعيب نص ملعب في افريقيا السنه اللي فاتت ولحد كمان ما كان يتصاب او يحصل له اللي حصل هو امام عاشور. عندك برضه ناس كويسه جدا في نص الملعب زي مروان عطيه اللي هو برده من احسن العناصر، فانت يمكن خطوط الهجوم او خط الهجوم وخط الوسط فانت عندك فيهم عناصر مميزه جدا. بس مشكلتك بقى بتيجي في خط الدفاع اللي انت بتبص تشوف ان انت الباكين بتوعك او الباكين اللي انت اصلا معتمد عليهم في لعبك، يمكن واحد فيهم بيقدم ماتش كويس ماتش وحش وهو محمد هاني، والناحيه الثانيه انت عندك محمد حمدي واحمد فتوح، واحد فيهم اصلا ملوش علاقه بالكره ومكبر دماغه، والثاني مستواه هو ال6 من 10 ما بيعلاش، لا وممكن ينزل كمان في فترات. غير ان قلوب الدفاع فانت عندك كابتن حسام حسن عنده قناعات غريبه يمكن بدات تتغير في ماتش نيجيريا، بدأنا نشوف حاجات مبشرة. أنا شايف إن ماتش نيجيريا فعلا كان ماتش مبشر جدا، لكن كابتن حسام في الفترات كلها غالبا ما كانش بيلعب بقلبين دفاع اصلا، وكان ساعات بيرجع هاني يلعب قلب دفاع، فانت قلوب الدفاع عندك مضروبين بالجزم. ويكفي كمان ان اقول لك ان الحارس اللي وراهم اللي هو المفروض كان احسن حارس في افريقيا، الراجل ده بيقدم مستويات سيئه جدا سواء مع النادي او سواء مع المنتخب. شفنا حتى الاجوان اللي بتدخل فيه بقت اجوان فعلا شكلها غريب. طيب بعيدا عن العناصر، احنا بعد ما بصينا على قائمه منتخب مصر او بصينا على التشكيله او الناس العناصر القوام الاساسي لمنتخبك، انت دلوقتي هل لما بتبص على المدرب اللي قاعد بره اللي هو كابتن حسام حسن، هل فعلا في افكار بتطبق على ارض الملعب؟ قبل ماتش نيجيريا اي حد بيتفرج هيقول لك يعني في مشاكل والمنتخب باين عليه ان هو مش كويس،
والاداء مش حلو، حتى انت لو بتكسب فانت بتكسب ناس اقل منك في التصنيف واقل منك في التاريخ واقل منك في اي حاجه تقريبا، لكن انت بتكسب وبتصعد وبتعدي وماشيه وسالكه. وكابتن حسام كان يمكن بيعتمد على ان هو بيهاجم، لكن انت شكل الفريق مش واضح. انت لما كنت تتفرج على الماتشات اللي فاتت قبل ماتش نيجيريا، انت عايز تمسك كوره وتهاجم وتلعب وكل الحاجات الحلوه اللي احنا بنحبها دي، لكن انت الاسلوب اللي انت هتعمل بيه الكلام ده مفيش اسلوب، مفيش رسم خططي. ممكن تلاقي نص الفرق بتبقى مقسومه نصين، 5 قدام و5 ورا، وفي فاهم خط بارليف بيفصل بين الاثنين كده في النص، ما تفهمش بيعمل ايه. لكن يمكن بعد ماتش نيجيريا اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي بان ان انت لا، في تحسن لسبب مهم جدا، ان انا بقيت فاهم هويتي، او فاهم ان احنا هو ده اللي احنا نقدر نعمله، ان احنا ندافع ونرجع ورا، وده اللي احنا غالبا النهج اللي هننتهجه قدام، او اللي هناخده قدام الفرق الكبيره او اللي عندها عناصر احسن مننا. وبان قد ايه ان انت لما بتقف وبتبدا تدافع رصتك احسن، او طريقتك احسن، او القدره في ان انت تعور الخصم اللي قدامك احسن، لان انت احنا كمنتخب مصر متعودين بقالنا سنين ان احنا بنعرف نرص ونقف صح ونقفل مساحات ونضيق الدنيا ونرجع ورا ونستناك انت اللي هتهاجمنا، واحنا هناخد ونجري في ظهرك ونقدر نعورك بسرعات زي الوينجات اللي عندنا مثلا. اللي باقي او اللي فاضل ان انا عايز اعرف بقى، احنا لما نلعب منتخبات اقل زي زيمبابوي وانجولا والناس اللي معانا في المجموعه دي، اللي هي نظريا وعلى الورق وعلى اي حاجه ان شاء الله، حتى ورق بردي وعلى البلاستيك على اي حاجه، الناس دي اقل منك وكل الناس عارفه كده، وانت لازم تكون عارف كده. طيب احنا اتكلمنا عن عناصر منتخب مصر واتكلمنا عن المدرب واتكلمنا عن كل حاجه، طب هو احنا اصلا مين مجموعتنا في كاس الامم؟ والله يا سيدي مجموعتنا في كاس افريقيا السنه دي بتتكون من 3 فرق غير مصر طبعا، وهم جنوب افريقيا ومعاهم زيمبابوي ومعاهم انجولا بقياده الرائع الخلاب الافضل في مصر واللاعب الافضل تاريخ انجولا، وهو اللاعب شيكو بانزا اللي بيلعب في نادي الزمالك. طيب دي اسامي مجموعتنا، هل الاسامي دي فعلا اسامي تخوف؟ او هل حتى الاسامي دي فعلا ليها ايدج عليك او اعلى منك؟ صراحه لا. انت منتخب زي زيمبابوي شوف اخر كام ماتش، انت حتى لما بتبقى وحش بتقدر ان انت تكسبه. في 2019 مثلا لما خرجنا من المجموعات والكلام اللي مش عايزين نفتكره ده، انت قدرت انك تكسب زيمبابوي. ليه؟ لان هي منتخب والله المفروض ان هي اقل منك. طب بالنسبه لمنتخب انجولا يمكن برضه هو نفس الفكره، يمكن اعلى شويه، انت لعبته من فتره مش كبيره وقدرت ان انت تكسبه برضه، يعني الفرقتين اللي معاك اصلا انت قادر تكسبهم في الفتره الاخيره. طب الفريق الثالث اللي معانا، وهو الفريق اللي اصلا اقوى فريق فيهم، او الفريق اللي انت متوقع ان احنا لو صعدنا فهو اللي هيلزق في ديلنا واللي هيصعد معانا، وهو جنوب افريقيا اللي يمكن عايز اتكلم عليها شويه، لان جنوب افريقيا مش المنتخب بتاع العناصر، او المنتخب اللي عنده محترفين كتير، او المنتخب اللي قوته في انه عنده فرديات تقدر تحلله وقت الازمات او في الوقت اللي هو مزنوق فيه. منتخب جنوب افريقيا على العكس تماما، قوته في ان اللعيبه بتاعته متعوده تلعب مع بعض، لعيبه عندها تجانس، بيلعبوا في صن داونز، بيلعبوا في كايزر تشيفز، وهو ده القوام الاساسي للمنتخب، وبيروحوا يلعبوا مع المنتخب مع بعض، واللعيبه حافظه بعض وعارفه بتلعب ازاي. غير ان هو منتخب جماعي جدا، غير ان هو اخر افريقيا كمان المنتخب ده قدر انه يوصل لسيمي فاينل. لكن انت والله المفروض مجموعه زي دي انت قادر بشكل سهل جدا ومش محتاج ان انت تحزق او تتعب، قادر ان انت تاخد منها ال9 نقط وتصعد كمان كمركز اول. لو عصلكت في ماتش يا سيدي بتاع مثلا جنوب افريقيا فده وارد، لان انت في الاخر بتلعب في بطوله مجمعه، ممكن الاداء يبقى اقل شويه، او ان الاداء ما يبقاش زي ما الناس مستنيه في ماتش مثلا ولا حاجه فتتعادل مثلا، او حتى يا سيدي تخسر. بس في الاخر المجموعه دي انت قادر بشكل سهل جدا ان انت تصعد اول ومرتاح كمان. طب برضو احنا ما جاوبناش على السؤال، هو احنا فعلا قادرين نكسب افريقيا؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده فاحنا محتاجين نبص ليه حوافز اللعيبه، نبص هل اللعيبه دي او ايه اللي محفز كذا لعيبه او اهم اللعيبه ان احنا نقدم اداء احسن المره دي ونحاول ان احنا نكسب البطوله بشكل ما او باخر. يعني بص والله تلاقي ان نجوم فرقتك او نجوم المنتخب كل واحد عنده دافع معين خاص بيه يخلي الراجل ده ينزل ياكل النجيله وعنده استعداد ان هو يموت نفسه في الملعب. مثلا والله محمد صلاح اللي بيمر بازمه واضحه وجليه وباينه وكل حاجه مع فريقه اللي هو فريق ليفربول، ومع مدربه ارني سلوت، ومع الاداره اساسا كمان. فالراجل الدنيا معاه في الفريق مش احسن حاجه، فالراجل جاي وعايز يثبت للناس اللي لا،
انا لسه لعيب جامد، انا لسه من احسن لعيبه العالم، انا لسه العب اساسي في اي فرقه في اوروبا. فالراجل عنده حافز. وسيبك من حته يعني ايه، سيبك من حته مصر وكده، اي حد بيحب بلده. طب هو صلاح اصلا محتاج يثبت ده؟ اقول لك لا، بس هو اللي الناس مصدره له بره، او اللي صلاح دايما بيتحدى نفسه فيه، ان انا محتاج اثبت ان انا لسه جامد زي ما انا. غير ان انا والله قدرت احقق كل حاجه تقريبا الا حاجتين، انا ما حققتش بالون دور وما حققتش بطوله مع المنتخب. عملت انجاز تاريخي ان انا مصر طول السنين اللي فاتت لحد 2018 من الخمسينات صعدت مرتين، وفي حقبه محمد صلاح بس اللي هم 10 12 سنه قدرت تصعد مرتين برضو. لكن ستيل انت عشان تبقى لعيب كبير فلازم تكسب بطوله كبيره لمنتخبك. الناحيه الثانيه او الجناح الثاني او اللعيب الثاني او اهم ثاني لعيب عندك في الفرقه وهو عمر مرموش، الراجل اللي بقاله فتره كبيره جدا من ساعه ما رجع من الاصابه ما بيلعبش اساسي، وجوارديولا يعني مش بيديله فرصته، او ان حتى جوارديولا لما بيجي يختار لعيبه ان هي تنزل بديله او تاخد فرصه، عمر مرموش دايما ما بيبقاش في اوائل الصف، لا ده ممكن يدي فرصه لسافينيو، فرصه لرايندرز، فرصه للعيبه اقل منه بكتير المفروض، وهو كامكانيات انا شايف ان هو اعلى منهم، بس محتاج ان هو يثبت نفسه للراجل. فالراجل ده والله برضه جاي افريقيا عايز يرجع يلمع نفسه تاني، لان طبعا عمر مرموش الموسم اللي فات موسم عظيم عظيم عظيم، حتى لما راح السيتي قدر ان هو يفرق معاهم، لكن الراجل محتاج يرجع نفسه تاني او يرجع يلمع نفسه تاني لسبب والله، يا اما يروح يرجع يلعب في السيتي، يا اما والله ياخد بعضه في الشتاء او في الصيف ويبدا ان هو يحاول يشوف فريق، وفي نفس الوقت يبقى فريق كبير، لانه لو عمل حاجه في افريقيا ومصر بشكل ما يعني قدرت ان هي توصل لحاجه في كاس العالم، ساعتها الراجل ده هيرجع يبقى بطل تاني. غير انك عندك كمان مصطفى محمد الراجل اللي اصلا مدربه في المنتخب قال عليه ان هو ربع محترف، ومدربه هناك في النادي بقى بيقعده دكه، فالراجل عنده حافز برضه انه عايز يرجع يقول لا انا المهاجم مصر وانا اللي اقدر ان انا اعمل حاجه، خصوصا ان افريقيا اللي فاتت لو تفتكر كان هو احسن لعيب في الفرقه تقريبا. وعندك امام عاشور اللي لسه راجع من اصابه وعايز يثبت نفسه، وعندك فكل لعيب بجانب والله ان هو عايز يعمل حاجه لبلده، فهو عنده حافز شخصي بيلعب عشانه او عايز ان هو يثبته، او عنده حاجه عايز ان هو يثبتها في الملعب. طيب ده بالنسبه للعيبه. بالنسبه للمدرب، فكابتن حسام حسن عنده حافز اعلى بكتير، وانا شايف ان هو ده اللي بيحركه، ان الراجل عايز يلعب كاس عالم، الراجل عايز يبقى قدر ان هو ياخد افريقيا او يعمل حاجه كبيره جدا في افريقيا، انه يوصل فاينل مثلا، ويقدر ان هو كمان يلعب كاس عالم، وممكن مين عارف ممكن تقدر تعمل حاجه. فغير ان الراجل كمان عايز يثبت للناس اللي بتشكك فيه او الناس اللي في اتحاد الكره اللي قاعده له ومتربصه له بكل شكل ممكن ان هم عايزين يمشوه في اي لحظه، عايز يثبت لهم ان انا لا والله انا المدرب وانا اقدر ان اقدم وانا عندي، ونقدر ان احنا ان شاء الله نعمل حاجه كويسه وحاجه كبيره كمان سواء في كاس الامم او في كاس العالم. طيب كل العوامل دي هل هي كافيه ان هي تقدر تخليك تكسب البطوله، او هي اللي هي كافيه انك تقدر مثلا لو لعبت منتخبات زي السنغال زي المغرب زي نيجيريا زي منتخبات تقيله جدا زي الكاميرون زي كوت ديفوار، فانت فرديا اللعيبه عندها جوده، المشكله ان انت جماعيا الفرقه يعني فاهم، ممكن تلاقي في حته لعيبه جامده قوي قوي قوي، والحته الثانيه تلاقي المراكز صعبه قوي فاهم. بس في النهايه لو تسالني بعد كل اللي انا قلته لك ده، وبعد كل الصعب وان احنا ادائنا ما كانش كويس في فترات كتير جدا، فانا شايف ان لا انت عندك فرص كبيره، خصوصا بعد اللي شفته في ماتش نيجيريا، خصوصا بعد الدوافع اللي انا قلتها لك، خصوصا بعد ان انت بيرجع لك اللعيبه المهمه، وكمان مستواك لما تخش في البطوله والناس دي بقى تبدا تلعب معاك تاني، فانت مستواك هيرجع يعلى تاني. في الاخر كل ده تمني، كل الناس نفسها اكيد يعني او مش كل الناس، كل الناس المصريه يعني نفسها ان مصر هي اللي تاخد البطوله. وطول ما انت عندك ناس بتحلم او عندك ناس نفسها تعمل حاجه، حتى انا عارف ان الدنيا بايظه وان مفيش قطاع ناشئين وان ما عندناش يا كابتن، كل ده احنا عارفينه، وان احنا صعبه والمغرب على ارضها ودنيا والكلام ده فاهم، كلام كتير بقى، كلام كتير من ده. بس في الاخر انت عندك حظوظك، وانا مؤمن ان احنا ان شاء الله قادرين نعمل حاجه، قادرين كمان ان احنا مستوانا، ان مصر كمان من المنتخبات المستوى بيعلى مع البطوله، ممكن تبدا بشكل مش احسن حاجه، بس هي زي كيروش مثلا تبدا ان مستواك يعلى اكتر طول ما انت ماشي في البطوله. ده كان فيديو النهارده، يعني ان شاء الله نقدر نحقق حاجه كويسه ونقدر ان احنا نكسب. فلو وصلت لحد هنا ما تنساش حط لايك، اشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك اي فيديو بننزله. سلام عليكم.